هنتكلم النهارده عن التوتر العضلي او الماسكولار تنشن. ازاي توضع العضله بتاعتك تحت ضغط او تحت حاله توتر لفترات طويله. اغلب اللي بيروح الجيم بيروح علشان يخلي العضله بتاعته دايما مشدوده في حاله التوتر اللي احنا بنقول عليها ان هي دايما تكون في حاله تونينج العضله، شكلها جيد مرن. هي كل الفكره من التمرين او اغلب الناس اللي بتروح الناس العاديه علشان وضع العضله في تلك الحاله. علشان كده احنا هنتكلم في حاله التمرين. اغلبنا لما بيجي يتمرن وبيجي يرفع ثقل علشان تمسك بار وتبدا ترفعه وتشتغل بيه، بيبقى اهم شيء بالنسبه لك انت ازاي ترفع الثقل ده وتتغلب عليه، وهذا شيء جيد. ده الهدف من التمرين، انك تعمل انقباض عضلي بشكل جيد. ولكن الاهم منه انك ازاي تنزل بالبار ده، ازاي تتحكم فيه. هي دي اللي هيزود عندك نسبه التوتر العضلي، وده شيء مهم جدا للحفاظ على شكل العضله زي ما قلنا لفترات طويله بشكل مشدود ومرن. فهو الفكره كلها في حاله الانقباض ان اتغلب على الوزن، هذا بيزود عندك القوه، ولكن انا احافظ على مرحله الرجوع او الاي سنتريك او التدريب بالتطويل. دي نوعيه مهمه جدا من التدريب، ان انا احافظ على الوزن اللي انا شايله واتحكم فيه. ده بيوضع العضله اكتر تحت توتر في حالات طويله او لفترات طويله. ولما بيزيد حتى التوتر العضلي ده بيزود من معدل تحلل البروتين وامتصاص العضلات بعد كده للاحماض الامينيه، فهذا برضو ايضا شيء جيد. حياتي ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.